من ضمن المشاكل اللي بتبقى موجوده عند ناس كتير قوي اللي هي حاجه بنسميها التلت راف ديفورميتي، او اللي هي الانكفاس اللي موجود تحت العين، الخط اللي داخل لجوه تحت العين. طيب احنا الاول بنحدد الاول المكان. يعني احنا بنحدد المكان اللي احنا حاقين فيه الفيلر. خلي بالكم يا جماعه، حقن الفيلر في الاماكن ده تكنيك سيمبل، ولكن محتاج حد يكون عنده اكسبيرينس هو اللي يحقن الموضوع ده. احنا كده حددنا المكان. احنا بندخل دايما بالكاميرا، ما بحبش احقن الفيلر تحت العين بالسرنج على طول، علشان نبقى تحت خالص ما يكلكعش مننا الفيلر. الفرق كده بعد ما شفت في المراية، لا الله ينور، تمام. واضح الفرق بين الاتنين. اكيد.